حلوه قوي، انا مبسوطه بيها قوي. احيانا كتير بالليل ببقى قاعده مستنيه اللحمه لما تستوي قبل عشان اخش انام واقفل عليها قبل ما انام. حاجه اسمها بقجه، دي بتحفظ الاكل وفي نفس الوقت بتكمل سواه. يعني مثلا لو عاملين لحمه او فراخ او اي حاجه وحطيناها ربع ساعه على النار وعايزين نكمل سواها من على النار نشيلها، يعني اكنها بوتاجاز من غير نار. لما عرف ان هو اطعام وانا بستعمل الحلل الكبيره، عمل لي المقاس ده مخصوص، اللي هو مقاس 40، وده كان اول مره يشتغل فيه. تقول لي يا رشا انا بعمل اطعام زيك بس في السعوديه، او كل لما اشوفك وانت بتعملي حاجه على النار او بتستعملي حله صغيره انا عايزه اجيب لك حله كبيره. انا نفس الحاجه برضو كنت محتاجاها، حلل كبيره عشان تعمل فيها الاطعام، بس انا قلت انت اولى عشان انت بتعملي كميات اكتر مني. بعتت لي دي ستانلس حجم كبير 40. والله في منتهى الجمال، هتنفعني جدا على فكره. هجربها دلوقتي وانا احط فيها الحله. متشكره جدا. النهارده يوم الهدايا بقى، على فكره هم باعتينها هديه، مش اي دعايه والله، بس انا حبيت بصراحه ادي للناس حقها. خلطه بهارات، كمون، توم باودر، دي خلطه كفته، دي توابل مندي، دي خلطه شاورما، ودي خلطه حواوشي، ودي توابل كبده. تقريبا كل الحاجات اللي انا بستعملها يعني. ودي خلطه الدجاج البروست اهي، دي والله كنت عايزه اجيبها. الف شكر في شركه نوز، شكرا جدا.